بديك الكحك في ايدك، بتلمسيجي ليه؟ انت بتلمسيجي ليه؟ لا تستهبل شرحك. اقعد اقعد معاك امن الاولاد. اكيد انتوا شفتوا الفيديو المؤلم ده، والست النيابه طلبتها. انا جايب الفيديو ده لحاجه مهمه جدا، ان كتير من التعليقات بتلوم على الشاب المسكين ده وبيقولوا انت ليه ما دافعتش عن نفسك. انا بس عايز اقول لك حاجه، ما تحكمش على حد وتقعد تنظر عليه وانت ما اتحطتش في نفس موقفه. كل واحد في التعليقات بيبقى عنتر ابن شداد. حط نفسك في الموقف ده وشوف انت هترد ولا هتعمل ايه. ده شاب مسكين غلبان، عنده تهديد بفقره، وعنده تهديد بضعفه، وعنده تهديد باكل عيشه، وخايف من صاحب المحل، فهو سكت عشان كده. وانا هنا عايز اقول حاجه مهمه جدا، والحمد لله الذي علمنا ان باب النهي عن المنكر اكد من باب الدفاع عن النفس. ومع ذلك الشرع ربط النهي عن المنكر بمساله الاستطاعه. يعني نهي عن المنكر امر واجب على كل انسان، لكن الشرع ربطوا بالاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أنا شايف أمر منكر قدامي لكن أنا ما أقدرش أغيره، هتضر ضرر كبير، خلاص يبقى بقلبي، وذلك أضعف الإيمان. الأمر الثاني بقى اللي هو الموقف بتاع الشاب الجميل ده، باب أخذ الحق. أخذ الحق في الإسلام مش واجب. ربنا عز وجل قال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير لكم. فلو واحد اعتدى عليا وأنا قادر آخد حقي، ده مش واجب، لو صبرت هيكون ليا ثواب أعلى. فما بالك بقى واحد اعتدى عليا وأنا مش قادر آخد حقي. فالشاب معلهوش أي ملام، خاف على نفسه، خاف على أكل عيشه، خاف من تهديدها. ده شاب لا يتهم بالعجز ولا بالضعف ولا بالجبن ابدا. ده شاب خاف ولا يلام في ذلك. لو انت قادر تدعمه ادعمه، مش قادر تدعمه يا ريت تسكت شويه. لقيت السؤال ده بيقول: يا شيخنا، لو انا جوزي قبل صلاه الجمعه حضني فهل كده ينتقد وضوءه؟ كان حضن وداع عادي. اولا الله يكون في عون العزاب لما يشوفوا الفيديو ده ويشوفوا اسئله زي كده. الامر الثاني، ان شاء الله صلاة جوزك صحيحة ان شاء الله ووضوءه لم ينتقد، لكن المسألة دي عموما فيها ثلاثة مذاهب. المذهب الاول مذهب الشافعية، قالوا مس الرجل لزوجته او المرأة التي لا تحل له، بمعنى ان هي ما تكونش من محارمه، طالما مش بحائل يبقى ينتقد مطلقا سواء بشهوة او من غير شهوة. او لامستم النساء خدوها على ظاهرة. رأي الجمهور الامام احمد والامام مالك فرقوا بين ان كان بشهوة ينتقد وبين إن لم يكن بشهوة فلا ينتقد بذلك. رأي الإمام أبي حنيفة أنه إن كان بشهوة أو لم يكن بشهوة فلا ينتقد الوضوء بذلك. المسألة كبيرة جدا، فيها أدلة كبيرة جدا ومشحونة، وأميل في هذا قول أبي حنيفة، تمام، إن لم ينزل الإنسان مزي طبعا ولا شيء. لكن على العموم إن شاء الله مش هنقدر نقول إن زوجك وضوءه بطل او صلاة الجمعة بتاعته بطلت ان شاء الله. وانت يا اللي اعزب لسه، يلا شد حيلك واتجوز بقى، عايزين تيجي منك اسئلة زي كده بدل ما انت قاعد كده فرداني زعبولة.